الجامد ده. يلا نعرف هو اتعمل ازاي. طبعا معانا الشرح. مساء الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده بنعمل محشي بتنجان وفلفل وفريخ. فطبعا كل واحد المحشي طبعا يا جماعه كل واحد بيعمل الحاجه اللي هي بتعجبه، يعني اللي متعود عليها من زمان وكده. ادي المحشي اهو. خلطه المحشي عاديه، بصل وطماطم وفلفل وجزر وبهارات بقى، البهارات بتاع المشكله، بهارات مشكله ال7 بهارات. وادي البتنجان اهو، وادي البتنجان اهو هحشيه. انا قورته من بالليل وهحشيه، ولما اخلص هرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، انا حاطه الفرخه هنا في القارب كده اهو. حمرتها، اتسلقت، انا سلقاها نص سلقه وحمرتها وحطيتها في القارب، وهرص عليها البتنجان اهو. لازم الشوربه تكون باينه كده بس، وهحطها تستوي. هدخله بقى دلوقتي الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة الا ربع كده، وبعدين اشيل الفويل ياخد وش كده، وبعدين اوريه. دلوقتي طلعت الصينية يا جماعة القارب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه اهو. شوف كده. بصوا يا جماعه جميل ازاي اهو. بصوا الصاج اهو، بصوا مستوي خالص اهو. بصوا الرزايه عامله ازاي. طبعا انا حاطه الفراخ تحت، اوريها لكم برضو اهي. الفراخ اهي، بصوا الفراخ اهي. بصوا يا جماعه، تعالوا كلوا معانا، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. يلا باي باي.